السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه السويس رول بطريقة سهلة جدا واقتصادية وازاي هنطلع سويس رول ناجح وبسيط وبأقل التكلفة. ان شاء الله الفيديو ده هيفيدكم جدا. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. معانا في المكونات 5 معالق كبار من اللبن و5 معالق كبار من الزيت و4 بيضات وظرف فانيليا وظرف بيكنج باودر ومعلقتين كبار من الكاكاو و5 معالق ونص كبار من الدقيق ومعلقتين ونص من السكر. طبعا فصلنا طبعا قبل ما نبدأ في اي حاجة فصلنا البياض عن الصفار. هنستخدم الاول الصفار، هنحط عليه الفانيليا ورشة الملح وهننزل باللبن والسكر والزيت. يعني نزلنا كده بالمكونات، بعد كده هننزل بالسكر وهنقلب الكلام ده كلته كده بمضرب يدوي، وبعد كده هننزل بالدقيق والكاكاو وطبعا عليهم البيكنج باودر، معلقه صغيره ممسوحه خالص من البيكنج باودر. هنقلب الكلام ده كلته كده مع بعضيه، وطبعا اللي القوام معاه ظبط خلاص ما يحطش لبن تاني. انا هنا زودت معلقه صغيره خالص من اللبن عشان بس اوصل للنتيجه دي. مش عايزين نخفف القوام اكتر من كده عشان لسه هنضيف عليه بياض البيض. هخفق كده بياض البيض بسرعه الاول هاديه، وبعد كده ببدأ ان انا اعلي سرعة المضرب. بعد ما انزل يعني شوية شوية هنزل على 4 مراحل بكمية السكر. معايا 4 معالق كبار من السكر، هنزل بيهم على 4 مراحل. تمام، هنزل بكمية شوية قليلين، بعد كده ابدأ اخفق، بعد كده انزل لحد ما الكمية كلها تخلص عندي. ولازم القوام بتاع بياض البيض يبقى تقيل عندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، لازم يقطع معايا ما يكونش سائل. تمام، هاخد معلقتين بقى من بياض البيض وهقلبهم كويس على الخليط اللي كان فيه الدقيق والصفار البيض. هقلبهم كويس جدا. في الخطوة دي قلب براحتي. نعم، في الخطوة بقى اللي جاية دي انا طبعا معليه السرعة عندي. نعم، انا لما عملتها بالراحة خالص وانا بقلب عشان ما طلعش الهواء اللي دخلته في بياض البيض. تمام، طبعا الفرن شغال على اعلى يعني حرارة 170 فوق وتحت، وبدخل هكتب لكم مقاس الصاج ده في صندوق الوصف. وطبعا هفرد العجينة كويس جدا في الصاج، وبعد كده هخبطها خبطتين كده عشان اطلع كل الفقاعات اللي فيها وادخلها بقى الفرن. معانا هنا كيس كريم شانتيه عليهم معلقتين من السكر ونص كوباية نص كوباية من الماء المثلج او اللي هو اللي فيه مكعبات تلج، او لبن مثلج، برضو لبن او مية براحتكم. بس الاول هنحط نص كوباية، لو احتاجنا نزود عشان ما تبقاش نحط كوباية كاملة فيطلع سائل معانا فما نعرفش نستخدمه. لا، نحط نص كوباية الاول، بعد كده لو تقيل نزود بقى اللي احنا عايزينه. بقى قوامه بالشكل ده، شايفين؟ عايزينه كده تقيل ما يكونش سايل. هنركنه بقى على جنب ونشوف الكيكه بقى بتاعتنا. شايفين كده ما استوت معانا. هنسيبها بس تسريح دقيقتين، وبعد كده هنبدأ ان احنا نلفها رول. ما نسيبهاش اكتر من كده عشان لو سيبناها اكتر من كده ممكن تبرد معانا ولما نيجي نلفها تتقطع. ما ينفعش، نسيبها بس تهدى وبعد كده بنبدأ ان احنا نلفها رول. وندخلها بقى الفريزر. وبعد ما بنطلعها بنحشيها طبعا كريم شانتيه او شوكولاتة او طبعا مربى، اي حشوة حضراتكم حابينه. او كمان فيكم تحطوا مع الكريم شانتيه ده مثلا قطع مانجا، اي حاجة حابينها، ودي حرية شخصية ليكم. تمام، هنا حطيت برضو على الوش كريم شانتيه. مش لازم الشكل يبقى منظم قوي لان احنا هنحط برضو شوكولاتة على الوش مبشورة. فمش مشكلة بقى الشكل اللي تحت يبقى منظم قوي. احنا بس نفرد الكريم شانتيه على قد ما نقدر، وبعد كده نحط عليه الشوكولاتة المبشورة ونعمل روزيتات ورد كده فوق، هتبقى شكلها جميل جدا. اللي حابب بقى يزين بقطع شوكولاتة اي حاجة تاني حابين تحطوها متاحة ليكم.
خلصتها بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اقطع لكم. طبعا هنحش اللي هي الحروف بتاعته. طبعا ده مش بيترمي، ده بيتاكل عادي خالص وطعمه جميل جدا. وابدأ بقى ان انا اقطعها قطع متساوية على قد ما نقدر. بجد من انجح الوصفات اللي هتطلع معاكم، والوصفة دي ناجحة 1000000%. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم. اتمنى بقى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات حابين اعمل لكم ايه تاني. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.